وكنا احنا بناخد خدمات على الحدود مع البطاقة عشان نشوف البطاقات الناس اللي رايحه والناس اللي جايه بتاعنا. كان في اتوبيس وفي مجموعه من الناس، بعت الضابط الاحدث مني يفتش ويشوف البطاقات، وبعدين بعد ما اداني التمام طلعت انا. وانا ببص للناس دي شكيت في واحد انا شفته قبل كده بس مش عارف ايه، بس حلق دقنه، ولقيت ان دقنه في فرق في اللون. خدته، كان معاه مراته وعياله، خدته ونزلت بيه. هنا بناقشه والحاجات دي كلها، عرفت ان هو احد عناصر التكفير والهجرة اللي مطلوبة في قضية، وان هو طالع من مصر يهاجر. وانا بتكلم معاه جالي احساس كظابط نشاط ان الراجل ده في يوم من الايام انا هستفيد منه. ولما بقول هستفيد يعني صديق، لان انا بتعامل معاه ان هو صديق. كان ممكن جدا ارفع السماعه وابلغ ان في كذا وبتاع عنده وقبضنا عليه في الحزام. سبته يطلع وقلت له حاجه واحده بس: لما ترجع احب اشوفك. قال لي انا مش راجع تاني. قلت له خلاص، لما ترجع احب اشوفك. هو ما كانش مصدق اللي انا ممكن اتعامل معاه كده، ولكن هو حس ان التعامل